ما زال الكثير من الكهول الدمشقيين والبيروتيين يذكرون شخصية شامية من أسرة عريقة لا نعرف الآن ماذا فعل بها الدهر والعمر، ملكت ذات يوم أفئدة الناس وألسنتهم وارتقت في حكاياتهم إلى مستوى الأسطورة. إنها شخصية رجل عملاق يدعى صائب العظم. أغلب الظن أنه إذا كان ما يزال إلى الآن على قيد الحياة فإنه في أواسط الثمانينيات، ومعظم أطفال دمشق ما زالوا يذكرونه رجلا ضخما عجوزا محني الظهر، ولكن السنين لم تنل من صلابة جسده الذي يبدو دائما قويا صلبا ضخما، رغم المعطف الكالح المتهدل الذي كان يلبسه دائما، والذي يكفي أن تلقي نظرة على عرض كتفيه المهترئين حتى تدرك كم كان ذلك الرجل عملاقا. يقولون في حكاياته إنه كان يمسح بإبهامه على الليرة المجيدية فيخفي نقوشها، وكان إذ يذهب إلى المدرسة وهو ما زال ولدا يمر على الحاجز الحديدي لنهر بردة فيثني بأصابعه رؤوس قضبانه واحدا تلو الآخر، حتى إذا ما عاد إلى البيت من الطريق نفسه قومها بأصابعه مرة أخرى. يحكون الكثير عن ذلك الرجل الذي منحته الطبيعة قوة بدنية ساحقة، كيف كان يشل عربة أبيه عن الحركة فتقدح حوافر حصانيها شرارا على صوان الطريق دون أن تستطيع الفكاك من قوة ذراعيه، وكيف تشاجر ذات يوم مع مصارع تركي فهرب هذا وتمسك بأحد أعمدة المكان فشاله عن العمود. لقد أخذنا الحديث عن تلك الحكايات التي أدخل فيها الخيال ما أدخل، وكدنا ننسى لماذا تذكرنا صائب العظم هذا وقد طواه النسيان، فيما نحن نقرأ كتابا لرجل آخر اسمه صادق العظم. أهو الشبه يا ترى بين تلك القوة البدنية الساحقة لصائب والقوة الذهنية الساحقة أيضا لصادق، أم تراها حاجتنا هذه المرة إلى رجل تمسح أصابعه عن وجه معدننا صداه وتطعوج كفه القضبان الحديدية التي تطوق عقولنا وتثبت ذراعاه عربتنا التي تجرها أحصنة التراجع والتخلف، وتشيل كلماته دفعة واحدة عقل الجهار يك من عمود الرجعية الذي يتمسك به. إذا كانت عضلات الأول قد استخدمت في طريق صائب، فإن عقل الثاني قد استخدم في هذا الكتاب الذي بين أيدينا في طريق صادق. إنه كتاب النقد الذاتي بعد الهزيمة، نشر دار الطليعة، 173 صفحة، 250 قرشا، وهو في الأساس تطويل لمحاضرة كان الدكتور صادق جلال العظم قد ألقاها في سلسلة محاضرات نظمتها عن 5 حزيران وذيوله الندوة اللبنانية. يحمل الدكتور العظم بدل القلم مشرطا وعينا مفتوحة، والقارئ حين يغلق الصفحة الأخيرة من الكتاب يكون جسده من الداخل قد أثخن بالجراح، ولكنها جراح من مستوى الفصد والكي. إنه قارئ ممتاز، ولذلك صار يستطيع أن يكون كاتبا ممتازا، لا يترك شيئا يفوته، يقرأ كل شيء، لا يتزلج فوق صفحات الجرائد والمجلات، ولكنه يحرثها حرثا جيئة وذهوبا، ولذلك فإن صفحاته ينبض فيها صوت الجدل الحي. إنها ليست كلاما في الفراغ، ولكنها نقد حقيقي، جواب لأسئلة، وأسئلة لأجوبة غير مكتملة أو غير مقنعة. في كتابه هذا يضع الدكتور العظم جسد العقل العربي المعاصر على المشرحة بعد 5 من حزيران، في نوع من الطب الجراحي الجريء يكشف الأخاديع ويختار أن يكون قاسيا إذا لم يكن بد من ذلك، ولكنه يرفض أن يطلي سواد الحقيقة طرشا بالكلس. هذا الكتاب ضروري لأنه يكشف بوضوح كيف أراد دعاة التخلف أن ينفذوا من حرائق الهزيمة وعارها لينشروا فكرهم، وكيف تمترس الرجعيون المتعصبون وراء الإهانة المرة ليوزعوا عظاتهم التي تفوح منها رائحة العفن، وكذلك كيف يضرب بعض التقدميين بسيف من خشب وبندقية من قصب المص. إنه يضع إصبعه على الجرح وأحيانا يصب فوقه ملحا وكبريتا، ولكنه ملحنا نحن وكبريتنا نحن. إذا أردنا أن نعرف حقا ماذا حدث في 5 حزيران فكتاب الدكتور العظم يعطي جزءا كبيرا من الجواب، وإذا أردنا أن نعرف كيف المخرج فإصبع الكاتب تشير إليه، وإذا أردنا أن نقوم ما قيل في النكسة وما يقال فكتاب الدكتور العظم مرشد جيد إلى ذلك. على أن ذلك المديح كله لا يعني أن الكتاب يمكن أن يكون بمنجى من النقد أو أنه كامل، وفي البدء لا بد من الاعتراف بأن ما جعل الكتاب متمكنا من موضوعه
هو أنه يمتلك وجهة نظر، أي أنه لا يتخبط في الافتراضات، إنه واقف في مكان محدد، ولذلك يستطيع أن يمتلك رؤية متناسقة لا تسقط في التناقض. وملخص وجهة نظره أنه يجب أن تتفجر في الوطن العربي قوى ثورية جديدة تلتزم قياداتها التزاما نهائيا بقضايا الغالبية العظمى من أفراد الشعب، أي بقضايا الجماهير الكادحة ومصالح الطبقة العاملة، وأنه إذا لم يحدث ذلك فسيطول الانتظار العربي، لأن تلك القيادات التي يدعو لها هي وحدها سيكون في مقدورها تحويل العمل الفدائي إلى حرب شعبية حقيقية وحمل أعباء السير على الطريق الثوري الشاق في إنجاز التحرر العربي. وهذا الموقف يجعل الكاتب طبيعيا ضد أنصاف الحلول، فهو ضد نظرية التعايش بين الأنظمة العربية الراهنة حتى في سبيل فلسطين، لأن ذلك لن يجدي وسيكرر الكارثة، وهو لذلك أيضا ضد الحلول الوسط الاجتماعية، فالانتصار عنده مرتبط بالثورة الاجتماعية دون أي تأخير، وهو لذلك أيضا يرى أن التغيير الثوري الشامل الذي يرفع إلى القيادات سلطة الشعب الحقيقية هو وحده الذي يمكن الأمة من إفراز مفكريها وكتابها وعلمائها وفلاسفتها ومنظريها لتصبح بعدها بغنى عن خدماتنا وخدمات أشباهنا من المفكرين الذين لا يمكن أن يمثلوا أكثر من أنصاف حلول. وهذه هي النهاية تضع المؤلف في تناقض لا يمكن حله، فالموقف الثوري الذي يتبناه في كتابه ينسفه في السطر الأخير دفعة واحدة، فالعلاقة هي علاقة جدلية بين المفكر وأمته، وهو ضرورة للثورة لا غنى عنها، وهذا ما يعطيه حق النقد الذي يقوم عليه جوهر كتاب مثل كتاب الدكتور العظم. إن قول الدكتور العظم بأن الثورة عند تحققها تصبح بغنى عن خدماتنا وخدمات أشباهنا من المفكرين نوع من التنصل الظريف المتواضع، بدل الالتزام إلى النهاية في لعب دور الطليعة المتفاعلة مع حركة الجماهير. إن الثورة لا تصبح أبدا في غنى عن المفكرين، لأنها تكتسب قدرتها على النمو والاستمرار ناهيك عن التفجر من التفاعل معهم تفاعلا جدليا. ولكن الظاهر أن تنصل الدكتور العظم هذا لم يأتي من باب التواضع، بل هو نتيجة حتمية لبذرة هجينة موجودة في التحليل وتطل برأسها هنا وهناك. هذه البذرة هي تحدثه عن العقل العربي كشيء مطلق وخارجي وظاهرة تنطبق عليها مقاييس التعميم. إنه في هذا النطاق يوحي لنا أحيانا أنه يخاطبنا من البلكون، إنه ينسى أحيانا إنه إنما يتحدث عن عقل طبقة أو عقل مصلحة أو عقل سلطة. يقول مثلا في أول سطر من كتابه: أرجو أن يكون التفكير العربي كأنه هو ذاته دماغ إلكتروني من المكسيك. لقد كان يتعين على الدكتور العظم أن لا يتكلم عن العقل العربي بالإطلاق والتعميم، فهو وعشرات مثله متفقون على النقد الذي أورده، فهل هؤلاء جميعهم خارج العقل العربي؟ إن أداة التحليل الثوري التي اختارها كان يجب أن تفرض عليه القدرة على التمييز بين أنماط التفكير العربي التي تشكو من علل مختلفة وبين أنماط التفكير الطلائعي التي تبني صلات ذات شأن بين مفكر مثل الدكتور العظم وأولئك الذين يقاتلون في الأراضي المحتلة مثلا، أليس كذلك؟ في 13 من تشرين الأول عام 1968